السلام عليكم. معاكم مطبخ اسماعيل. هنعمل رز بلبن النهارده. معانا نص كيلو رز مغسول ومعانا نص كيلو سكر، ولو عوزنا تاني هنبقى نضيف. ومعانا نص كوبايه ميه عليها 3 معالق نشا كبار، وده 1 فانيليا ورشه ملح، وده سوداني للوش. السوداني على فكره احنا جايبينه على سوق من يعني مكان بقى عندنا، يعني مكان مكسرات كده معمول في الكبه. معمول في الكبه كده، وهيتحط مع ايه على الوش من فوق. ماشي تمام كده. وانا بضيف الحاجه هرجع لكم. تمام، يلا بينا. هنضيف الرز دلوقتي. الميه بتغلي اهي. انت حطيت الميه على النار الاول؟ الميه غليت. قد ايه بقى مقدار الميه؟ الميه حوالي 3 كوبايات كبار او 4. بس يلا بينا. هنسيب الرز يستوى. ده بيساعد معانا على فكره عشان معايا كيلو لبن، نص كيلو رز على كيلو لبن. هو المفروض تحط كيلو ونص لبن، بس الظروف خلينا غالي بقى والناس على قدها. ايوه كده. فهنحط نص كيلو لبن على نص كيلو رز. احنا عاملينه عشان العيال طالبينه بصراحه. يعني الميه دي كده انت بتسيبيه في الميه؟ احط رشه الملح ورشه ملح. اما يستوى ارجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني. هو استوى دلوقتي يا جماعه. وعشان اقول لكم بقى النص كيلو خد 6 كوبايات ونص ميه. 6 ونص او 7. لسبب واحد، ان انا عايزاه مستوي قوي زي كده. مش عايزاه، احنا مش بنعمله بشعريه، احنا بنعمله رز بلبن. انا بعمله بطريقه تقليديه جدا عن طريق امنا وستنا وكده، يعني مش بعمله اللي هو الجديد. لا احط قشطه ولا كريمه. انا عاملاه بطريقه جميله جدا جديده زي ما انتم شايفين بالطريقه العاديه بتاعتنا القديمه. يعني انت كده شايفه ايه؟ تمام. بص مستوي ازاي. انا عايزاه مستوي قوي قوي كده. وانا سويته بالميه يا جماعه، عشان لو سويته باللبن، في ناس بتسويه باللبن بس اللبن هيعوز كميه اكتر، فكده بتساعد معانا يعني. زي ما قلت لكم ان احنا جايبين نص كيلو لبن واحد على نص رز. المفروض ان احنا كنا بنعمله زمان نص كيلو على 2 كيلو لبن او كيلو ونص لبن. بس يلا احنا دلوقتي هنضيف اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. ده كيلو لبن يا جماعه. ده كيلو لبن. احنا سنه نقولوه مع انا حطيت الكيلو كله كده. حطيت الكيلو لبن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وده نص سكر. هنشوف لو عوزنا سكر تاني هنحط. ده نص سكر. يا جماعه بصوا اللبن باين فيه اهو، باين فيه، وما شاء الله. الله اكبر الله اكبر. شفتوا نص كيلو عامل قد ايه مع الكيلو اللبن؟ لان انا سويته بميه فكتر معايا. اللي هي المقادير اللي قالت عليها، اللي هي حوالي 7 كوبايات ميه في الاول كده يعني. ودول نص كوبايه ميه عليهم 3 معالق كبار نشا. 3 معالق كبار نشا اهو. هتقلب برضو. ده باك 1 فانيليا. ومعلش يا جماعه الرز ده خد كيلو الا ربع سكر. معلش بقى، انا كنت عامله له مقدار نص كيلو، بس هو خد كيلو الا ربع فعلا عشان يبقى سكر زي، لان العيال بيحبوا سكر زياده. فمعلش بقى يعني. بعدين معلش بعد اذنكم احنا مش على حاجه والله، بس يعني اطفالنا كلهم ما لهمش يعني ذنب يعني. سامحوني ان هتقولوا عاملين حاجه زي كده. والله يعني حاجه احنا عملنا يعني الفيديو اللي فات ظهرت الحلبه الحلبه الصغيره بس ملهاش ذنب بصراحه يعني. انا مطيه عليه قبل ما ياخد غلوه باللبن الحاجه بتاعته. والنهارده مثلا هنعمله شويه الرز دول مثلا. بس اللبن باين فيه وحلو جدا. يعني كيلو اللبن على نص كيلو رز عامل الكميه دي. وبعدين برضو يعني هو كان في الاول كان بياخد له 2 كيلو لبن، دلوقتي مش قادرين ان احنا نحط 2 كيلو لبن. هنعمله مثلا يعني كيلو مثلا مع مقدار الميه اللي هو يتسوى فيها يتسلق فيها. هو خد له حوالي من 6 كوبايات ونص ميه يتسلق بيها، لان انا مسويها قوي. زي ما انتم شايفين. وسامحونا بقى والله احنا عاملين العيال مالهاش ذنب بصراحه. هم نفسهم يحبوا يعني، نفسهم ياكلوا حاجه حلوه. هتبقى في البيت مثلا تاخد لها يومين 3 بس.
بس هو كده خلص. هخليه بس يغلي غلوه ونرجع لكم تاني ان شاء الله. هنعبيه دلوقتي. هو خلص دلوقتي كده وبرد شويه، ما بردش قوي، بس احنا نعبيه في اطباق عشان يتحط في التلاجة. يا جماعه هو دلوقتي ما بردش قوي، بس برد شويه بس عشان الكوبايه الاطباق تقدر تتحمله زي ما انتم شايفين اهو. وهنعبوه عشان نحطه في التلاجة يبرد العيال تعرف تاكله. هما بيحبوه في التلاجة. دي المكونات كلها. ارجع بعد ما تعبيه كده ان شاء الله نرجعوا تاني. ايوه يا جماعه رجعنا لكم تاني بعد ما عبيته او غرفته. نص كيلو رز على كيلو لبن عمل الكميه دي، بالاضافه احنا سلقنا كده الحاجات بقى اللي عليه يعني النشا والحاجات. تنسيش تقولي الميه اللي انت حطيتيها في الاول برضه. طبعا الميه زودت كده. قد ايه الميه بقى تاني؟ ما انا قايله حوالي 7 كوبايات ميه. على نص كيلو، من 6.5 ل7. عمل الكميه ديت يا جماعه هيعجبكم والله. هو بطريقه تقليديه جدا بس هيعجبكم. وزي ما انتم شايفين اللي هو اللي حاطينه من فوق ده السوداني على فكره. ده السوداني بس احنا عاملينه في الكبه. ضربينه في الكبه عشان يبقى ناعم شويه. يعني بالشرط يعني مثلا لو ما فيش جزئين ده ما فيش الكلام اللي احنا نسمع بيه بقى. العيال بيحبوه بالسوداني. تمام. فاحنا شويه السوداني برضو هيعملوا معانا ايه الشغل وهو كله ان شاء الله يعني. انزل عليه يبقى تمام. ماشي يلا باي. قول لهم باي. باي. حط ريكوت.